مرحبا. قضية إبراهيم والانحدار الأخلاقي والذمم الرمم اللي بتتباع بالفلوس والمنصات اللي كل همها دلوقتي إن هي تبقى عكس عكاس للحق. طبعا هم يعني معذورين، الرشاوي اللي بتتعرض عليهم الحياة الرفاهية اللي بتتعرض عليهم تزغلل العين، لأن مفيش مبادئ. بقالنا 6 شهور بنتعب وما بننامش عشان نثبت حق هذا الشاب المسكين اللي كل مشكلته في الحياة انه آمن لناس غير اهل للثقة. هي دي مشكلته في الحياة وفقط. كل يوم نكتشف جريمة كبيرة، كان اخرها جريمة الفيديو بتاعه وهو بيحتضر، وعموا المصريين وجايب لنا واحد عنده 50 سنة واقرع ويقولوا لك هو، وكمية تكذيب بشكل غير طبيعية، وسعي ورا اننا ده في منصات نشرت لمت كل الفيديوهات اللي انكرت ان ده ابراهيم تحت ضغط تهديد او ضغط مسبات، وبقت تنشرها على حسابها من غير حتى ما تتأكد. والناس اللي اتأكد ان ده ابراهيم ما كانتش بتنشر لهم حاجة. ده في منصات بتجيب دكاترة غريبة يجيبوا تقارير غريبة ويتكلموا بشكل غريب، وكأن الولد اللي كان طالع من العمليات قدام عينيهم وبيقول لهم أنا لقيت نفسي مربط، ده واحد جاي من السنغال، ما كانش إبراهيم. وكأن الترولي وهو جاي من بره واخواته سايبينه في العناية المركزة ده يعمل عيون. يعني حاجات غريبة بتحصل في شراء هذه المنصات. ولا يعيبنا طبعا ان احنا لازم نذكر موضوع مصطفى وموضوع المحامي اللي خلوه تنازل عن السيد المحترم هاني عوض وخلوه جابوا له محامي تاني. ودي نفس الشيء اللي عملوه مع مروه. الضغط، احنا مش عارفين مروه ايه اللي بيحصل عندها جوه. انا عايزه اقول لكم احنا بنحاول بكل الطرق نوصل لمروه، ما حدش عارف يوصل لمروه. معمول عليها كنترول من هذا المحامي المرتشي، من هذا المحامي المأجور، من هذا المحامي العرة اللي يعر المصريين. في شرفاء كتير جدا عايزين يجوا يمسكوا القضية، وعامل حجب عشان خاطر الرشوة اللي واخدها من المافيا اللي طلعوا اعترفوا وقالوا الكلام ده بنفسهم. اللي من اول قضيه البنت بيتلاشى وجوده، من اول كلام محاضر تحقيق مع البنت ما حضرش، لاخر تحقيق مع البنت ما حضرش، محامي مرتشي. ويطلع يتطاول على السيد المحترم سياده المستشار ماجد صلاح، وطلع قال له انا احط ايدي في ايدك ونثبت انها قضيه اعضاء عشان نوعي المصريين وننظف البلد ومن الفساد والفاسدين وكذا وكذا. وقال له ما تقولش لحد. ما يقولش لحد ليه؟ هو سر بس عشان يعرفك ان انت قد ايه صغير، ان انت قد ايه رمه، ان انت قد ايه مرتشي. سيب البنت في حالها، سيب الناس تنقذ ما يمكن انقاذه، اترك القضيه يا مرتشي. ده واحد من ضمن الوحايد، وغيرهم كتير جدا من المرتشين امثاله واصحاب المنصات اللي كل همهم انهم ينكروا ان ده ابراهيم، ان كل همهم انهم يجيبوا دكتور مأجور او دكتور جايبين له تقارير مزوره. وانا شفت التقارير دي وقلت انها مزوره، واتبعتت للاستاذ ماجد صلاح وعرفنا انها مزوره، لان اصلا التقارير دي اتعرضت قبل كده واتكلمنا وقلنا. ومين عاطي التقارير لمين، موديها فين، رايح فين، دي مش قضيتي. التقارير يا فندم اللي اتعرضت علينا كانت بتواريخ مختلفة. طيب ما هي النيابة العامة ربنا يحميهم رجالتنا، طب ما اكتشفوا ان ابراهيم كان عامل عملية بواسير في مستشفى الخنكة. هل دي كانت عملية بواسير ولا كانت عملية نخاع ولا كانت عملية ايه بالظبط؟ ما احنا مش عارفين. طب ليه ما اتذكرتش مستشفى الخنكة دي؟ مستشفى الخنكة دي مصرية تقريبا، حكومية تقريبا. مستشفى الخنكة دي تقريبا كان لها قضية برضو قبل كده في تجارة الأعضاء. دي كلها حاجات بنتساءل عنها كمصريين. تحية لكل الشرفاء اللي ما زالوا على مبادئهم، من غير مصالح، من غير رشاوي، من غير تغيير مبادئهم أو بيع مبادئهم، او مهما تطاولوا عليهم. لان ناس كتير جدا بتتطاول على الناس، يعني ناس كتير جدا بتتطاول على الناس. انا واحده من الناس تطلع تقول لي ردي، ارد على مين؟ ارد على واحد كلاف مواشي جايبينه عشان يتطاول على الهانم؟
ارد على مين؟ ارد على واحد ابن رقاصه المزور وابوه مزور واخته هربانه من جوزها، ولا وعشان واحد صاحبها معاها في الشغل، ولا حكايتهم كلها زفت؟ ارد على مين؟ ارد على واحده طلعت نطقت باقذر الالفاظ اللي انتوا سمعتوها بعتها لاهل جوزها، وهو نفس القصه، ما بيعرفوش غير مسبات الاعراض لان هم معدومين العرض والشرف. ارد على مين؟ ارد على عيل كان سجل لصديقه وبيراقبه في كل لحظه، ما ترباش، لو ربته امه على الحلال والحرام ما كانش استغل الولد في مرضه وجاب له ايفون وغيره وغيره. ارد على مين؟ ما كفايه انتوا عليا بتردوا، انا مستقويه بيكم لان انتوا عين الحق والحقيقه، انتوا اللي شايفين الحق والحقيقه، انتوا اللي تقدروا تميزوا وتعرفوا الحق فين والباطل فين، واهل الحق فين واهل الباطل فين. تقريبا الممثله نسيت مقر موقع 24 اللي سابها، فحاولت تدور لها على واحد تاني مرتشي، فلقيت لها منصه جاهزه ولا حاجه. بس اصحاب المبادئ ما بيبقاش مبادئهم بكنوز الدنيا، لان النهارده لو هتاخد لك قرشين بكره هتدفعهم في الصحه لما تبقى ضحيه زي المرحوم ابراهيم، او يمكن اخوك، او يمكن ابنك، او يمكن والدتك، او يمكن زوجتك. فعايزيني ارد على مين؟ عايزيني ارد على مين؟ عايزيني ارد على واحد جايب واحده 8200 تشتغل في الشارع الاحمر طول الليل والنهار وجايبها عشان تسبني، وهو اللي طلع يقول لي اللي هو بقرون، انتوا عارفينه، سميحه طبعا انتوا عارفينها، القرنين جايين لحد السما، وهي قاعده جنبه تتطاول وتقل ادبه وتقل ادبها، وكل كلمه قالتها هي توصف الست اللي خلفته، وتوصف زوجته، وتوصف بنته، وتوصف اخته، كل كلمه قالتها هي في بيته مش في حد تاني. وطلع يقول لي ارجوكي ارجوكي اتوسل اليكي، انا الموضوع بيني وبينك خصومه على موضوع كذا، انا بقول لك ده لا وانت بتقولي ده اه، فرجاء لو سمحتي ما تجيبيش سيره بيتي، ما تجيبيش سيره والدتي، ما تجيبيش سيره كذا. التزمت الادب لاني مؤدبه وسكت. قال لك انا اقدر اقول كذا، انا ما اقدرش اقول كذا. جايب واحده ماجوره 8200 بعد كل المأجورين اللي اجروهم عليا، من اول ام عين معمصه لحد ام ضب، لحد الواد اللي مسمي نفسه صحفي وقابل الاسرائيلي في الاوتيل، لحد الواد التاني اللي كان بيطلع لك قاعد لك على كرسي حمام ودلوقتي بقى يطلع لك في اعظم القفيهات ابو 4 عيون، لحد الكلاف الاخير اللي رايحين جايبينه كلاف مواشي. ارد على مين؟ ما هم ما قدروش عليا، راحوا جابوا كلاف مواشي. ما قدروش عليا ليه؟ مش بقوتي، بيكم انتوا، بقوتكم انتوا، انتوا اللي مسحتوا بيهم الارض، انتوا اللي قلت لهم الست دي خط احمر، انتوا اللي شايفين الحق فين والباطل فين، زي ما انتوا اللي كشفتوا المنصه اللي جابت الدكتور المأجور او الدكتور اللي احنا مش عارفين جايب فين رايح فين مودي فين، وهو عارف ان كل الكلام اللي بيقوله باطل، لان ما فيش مريض كانسر ورم حميد يتدب فيه مشرط، وما فيش واحد عنده ورم حميد خلال شهر المسح الذري بتاعه بيقول ان هو بيتعافى وعنده بؤرتين فقط، في خلال شهر بقى منتشر في الجسم كله. وانا بنزل لكم الفيديوهات بلسانهم، بلسانهم مش بلسان حد تاني. فانتوا اللي شايفين الحق والباطل، فاحنا بنستقوى بيكم، الشرفاء بيستقووا بيكم. اما المأجورين اصحاب المصالح والانانيين ابعدوا عنهم، حتى الفول شيلوه منهم، شيلوه منهم. حرام حتى ان انتوا تعرفوا الناس دي، حرام. بلدنا أمانة لولادنا ولأحفادنا، مش هنسيبها للمأجورين والمشبوهين وأصحاب المصالح والمنتفعين مهما كانت درجة فسادهم، واصلة لحكم مخلوع وولاده وبلطجة من أيام الحكم المخلوع وبلطجيتهم. ومهما كانت درجة الممثلين وغيرهم ما تنبهروش بحد، حافظوا على صحتكم، صحتكم رقم 1. سرقوا أموالكم وسرقوا بلدكم، ودلوقتي بيسرقوا في عافيتكم وصحتكم، بيمد ايدهم جوه أحشائكم ياخدوها منكم، مستكترين عليكم الحياة، عايزين زي ما الكومبارس قالت يقعدوا على الفيلا ووراهم البسين على حسابنا وحساب صحتنا. بيكفي، ما تثقوا في حد.